تعالوا نتكلم شوية عن الاختلاف ما بين الراجل والست. وليه؟ لأن نقعد نقول عايزين نعرف كتالوج الراجل وبيفكر ازاي والست بتفكر ازاي. هنتكلم شوية حاجات. الست مثلا في المشاعر بتحب تعبر بشكل أوضح، وبتحب تقول مشاعرها عشان تبين العاطفة جواها. الراجل بقى بيحب يكتم مشاعره، لأن ده بيحسسه بالضعف، أو بيحسسه إنه هو لما يتكلم كتير عن مشاعره ده بيحسسه إنه هو ضعيف. طيب، لو هنتكلم عن العاطفة، الست بتحتاج الاهتمام والطمأنينة عشان تحس بعدها بالراحة. ويا سلام بقى لو بنسمعها وفاهمين مشاعرها، بيكون الموضوع مختلف تماما. الراجل بيحب التقدير والاحترام، لأن دول بالنسبة له بيحسسوه إن هو مصدر قوة وأمان للبارتنر اللي معاه. طيب، لو في مشكلة أو أزمة، الست هنا بتحتاج إن هي تعبر عن مشاعرها بشكل كبير، وبتبقى محتاجة الدعم من البارتنر اللي معاها عشان يحللها أو يحل معاها الأزمة. بتروح له كده وتجري والحقني، فتبدأ تقول كل مشاعرها. على عكس الراجل بقى في إدارة الأزمات أو المشاكل بيكون منطقي وعقلاني، وغالبا بيحب قوي يحل المشاكل بنفسه. لو هنتكلم على الجزء بتاع التواصل، الست بتحب هنا تعبر قوي عن أو تعبر عن مشاعرها وتحكي بالتفاصيل، التفاصيل كمان. وساعتها الراجل بيقعد يقول بقى انت حكيتي تفاصيل كتير قوي. ده بيحسسها ان هي مطمنة وعرفت تعبر عن مشاعرها وعن أفكارها بشكل كبير. على عكس الراجل بقى هنا بيحب في التواصل يختصر الكلام، ويكون الكلام بتاعه خير الكلام ما قل ودل يعني، ويركز أكتر على الحاجات الواقعية والحلول من غير تفاصيل عاطفية يعني.